وقعت حادثة سير مروعة على الطريق الرئيسية الرابطة بين الناظور وأزغنغان اليوم الجمعة، تحديدا في جماعة إحداد. الحادث كان بين سيارة عائلية من نوع نيسان ودراجة نارية بحسب شهود عيان. فالسرعة الزائدة من السائق الدراجة النارية قد تكون السبب الرئيسي وراء هذا التصادم، بينما يشير آخرون إلى أن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث ما زالت مجهولة. الحادث أسفر عن إصابة سائق الدراجة النارية بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الحسني بالناظور لتلقي الإسعافات اللازمة. أما الدراجة والسيارة فقد تعرضتا لأضرار مادية جسيمة. الشرطة حضرت إلى عين المكان فور وقوع الحادثة، وقامت بتنظيم حركة السير وفتح تحقيق لتحديد الأسباب والملابسات. اللافت أن سائق الدراجة نجا بأعجوبة رغم عدم ارتدائه الخوذة الواقية. يمكنكم قراءة المقال بالكامل على الموقع الإلكتروني الموجود في أول تعليق أو في صندوق الوصف، وشكرا.